يتقدم لتقديم الجائزة نقيب الفنانين الأستاذ أشرف زكي، وأيضا محافظ المهرجان عبد القادر جريو. مثال للنجاح الحقيقي، مثال لأناس لم تغيرهم جوائز ولا أعمال. مساء الخير. مساء الخير. ما رح طول عليكم لأنه بعرف إذا كنتوا مثلي فما بتحبوا الخطابات، ولذلك هي كلمات قليلة جدا. أريد أن أشكركم شكرا جزيلا لكل القائمين على هذا المهرجان الذين حرصوا على أن يظهر في أحسن صورة. شكرا جزيلا لكم، شكرا لوهران. أريد أن أقول كلمة أيضا. إن في وجداني وضمير كل سوري وكل بيت سوري ستجد الجزائر وشعب الجزائر، وهذه العلاقة التاريخية التي تمتد ليس فقط لعشرات السنين ولا لمئات السنين بل لآلاف السنين. لن أبتعد في التاريخ كثيرا لأقول منذ أكثر من 165 عاما من أطفأ فتنة الشام هو الأمير عبد القادر الجزائري. ومن دخل في نسيج المجتمع السوري في الثقافة والسياسة والأدب والفن هم أحفاد وأبناء الأمير عبد القادر الجزائري، إلى أن باتوا سوريين جزائريين لا نعرف كيف نقول هل سوريا أولا أم الجزائر أولا. باتوا سوريين. من ينسى دور أحفاد الأمير عبد القادر عندما بدأ يتشكل المشروع الوطني السوري في بداية القرن العشرين؟ من يستطيع أن ينسى؟ ولا يزال حتى اليوم في سوريا وفي الجزائر. تحيا الجزائر. بمناسبة ثورة الجزائر أيضا بعد 73 عاما ربما على الثورة لا تزال شابة ولا تزال الأجيال تحلم بجزائر عظيمة وشعب عظيم. المجد لشهداء الجزائر، المجد لشهداء فلسطين، المجد لشهداء الأمة. شكرا.